بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. محدثكم وافي عرفة على قناتكم الأهلاوية. عودة سي السيد، عودة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة في النادي الأهلي. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. ترددت الأنباء الأيام اللي فاتت والأخبار والتقارير الصحفية عن عودة سيد عبد الحفيظ إلى منصب مدير الكرة في النادي الأهلي من جديد. طبعا الأخبار ديت أنا أعتقد إن هي مش صحيحة. أعتقد إن هي مش صحيحة على مستوى إن هي خرجت من النادي الأهلي، لأن لو النادي الأهلي قرر إن هو فعلا يرجع سيد عبد الحفيظ هو هيرجعه، وهنتفاجئ بخبر بيقول إن سيد عبد الحفيظ رجع فعلا لمنصب مدير الكرة. أما إن الأخبار تقول إن الأهلي قرر إنه يرجع سيد عبد الحفيظ الموسم القادم، أعتقد إن الأهلي لو أخذ القرار ده ما كانش هيتصرف. دي من جهة، لكن بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد طبعًا سيد عبد الحفيظ، وأكيد بالنسبة لمجلس إدارة الأهلي، يعني ممكن يكون القرار ده هيطلع فعلًا، بس القرار ده ما صدرش أو صدر لكن ما حدش عرفه، لكن أعتقد إن هو اجتهاد صحفي، وأكيد واضح لنا جدًا إن الحاجات اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل جوّه فرقة النادي الأهلي ما كانتش بتحصل أيام سيد عبد الحفيظ. يعني يوم مباراة القمة مثلًا في مشكلة حصلت ما بين أكرم توفيق وسامي قمصان عشان ما لعبش، وبعد كده مشكلة مع كهربا عشان برضه كان احتياطي. طبعًا الكلام ده أيام سيد عبد الحفيظ ما كانش ينفع يحصل وما كانش بيحصل، بخلاف بعض المشاكل اللي حصلت خلال الموسم برضه مش هنتكلم عليها. طبعًا أيام سيد عبد الحفيظ ما كانتش ممكن تحصل. بالإضافة لإن خبرة سيد عبد الحفيظ كانت كبيرة جدًا في المباريات الكبيرة والتقيلة. يعني لو شُفنا مثلًا سيد عبد الحفيظ في المباريات اللي هو عارف إن الفريق اللي قدّامه هيضيّع وقت، وإن الكور هت هت هيخبّوا الكور مننا وإن إحنا مش هنلاقي الكور، هتلاقي سيد عبد الحفيظ بياخد الكور يخلّيها معاه، عشان لمّا الكورة تطلع برّه أو اللعب يُقف هو يدّي لهم كورة. دي حاجة مثلًا مثال، إحنا بنتكلم على حاجة مثال كده اللي إحنا شايفينه قدّام عينينا، لكن في حاجات كتير برضه طبعًا بنحس بيها. يعني سيد عبد الحفيظ كان بيحمي اللعيبة في الملعب، ما كانش في حكم يقدر يكلم لعيب بشكل بايخ، ما كانش في حكم يقدر يخرج عن النطاق. كان بيخوّف الحكام، الحكام كانت بتخاف منه، ما كانش في حكم يقدر يدّي قرار خاطئ كده بسهولة. لكن دلوقتي أنا شايف إن الوضع سهل جدًا، الحكم بيدّي أي قرار ما حدش بيتكلم، ما فيش أي ضغط على الحكام، الحكام حاسة إن ما فيش حد عندنا بيتكلم. فأنا حاسس إن في مشكلة عندنا في منصب مدير الكورة، وأعتقد إن الأهلي وإدارته شايفة الموضوع دوّة، وأعتقد إن السيد عبد الحفيظ هيرجع من تاني لمنصب مدير الكورة. أعتقد إنها كانت فترة راحة مؤقتة، يعني كانت فترة راحة لمدة سنة كده عشان الأجواء تهدى، وبعد كده أعتقد إن السيد عبد الحفيظ هيرجع تاني لمنصب مدير الكورة. وده طبعًا اللي بيتمناه كل الأهلاوية. ويا ريت أنت برضه تقول لي رأيك في الكومنتات، تقول لي هل أنت شايف إن سيد عبد الحفيظ هو الأحسن والأفضل في المنصب ده، والّا في حد تاني؟ أنا من وجهة نظري شايف إن سيد عبد الحفيظ من أحسن الناس اللي مسكت المنصب دوّة في السنين الأخيرة. كمان عايز أقول لك إن ما تنساش موعد مباراة العودة مع مازيمبي، هتبقى يوم 26 يوم الجمعة الساعة 09:00 مساءً على استاد القاهرة. مع تمنياتنا طبعًا بالفوز للنادي الأهلي. ويا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك على الماشي وأنت ماشي، والسلام عليكم.